السلام عليكم أحلى مشاهدين وأحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. فوز جبر الخواطر، بجد يعني النهارده فوزنا كان فوز جبر خواطر، جبر خواطر من ربنا للجمهور العظيم الجميل، الجمهور الداعم المساند، الجمهور اللي كان النهارده عامل ملحمة ورا أروع. بصراحة الجمهور النهارده كان بيخلّي الواحد عايز يعيّط، وأقسم بالله الجمهور النهارده لأ، حاجة مُشرِّفة، فعلًا بجد يستاهل الأهلي جمهوره، الجمهور الأهلي يستاهل الأهلي، ولكن أداء اللعيبة مش قد حماس الجمهور، مش قد حُب الجمهور، مش قد دعم الجمهور، مش قد خوف الجمهور على النادي للأسف الشديد. في استحواذ كسبنا الحمد لله، بس قُلنا فوز جبر خواطر، جبر خواطر للجمهور أولًا، وجبر خواطر طاهر محمد طاهر اللي كل الناس بتقسو عليه وأنا منهم. على أدائه، لكن ربنا جبر بخاطره النهارده وجاب لنا جون الفوز وجون حلو. بصراحة في مشكلة عند النادي الأهلي زادت آآ فوق مشاكله، وهي إن اللعيبة ما بتضغطش خالص، اللعيبة بتحلّق وبتحلّق من بعيد جدًا، اللعيبة خايفة تخش على اللعيبة، خايفة تخش على الكورة. إيه هو الدفاع؟ يعني إيه الدفاع في وجهة نظركم؟ وجهة نظركم الدفاع شكله إيه؟ يعني إن أنت تضغط على اللاعب اللي معاه الكورة، وكمان تضغط على اللعيبة اللي معاهاش الكورة اللي هم أقرب للاعب، يعني أقرب واحد للاعب أو أقرب 2 للاعب، بيكون برضه عليهم ضغط عشان ما يعرفش يستلم بحرية، ما يعرفش يستلم بسهولة، علشان حتى تخطف منه الكورة وهي في الطريق تكون متوقع. للأسف اللعيبة النهارده كانوا خايفين على نفسهم أوي بزيادة عن اللزوم، ما فيش ضغط خالص، كله تحليق من بعيد جدًا. في حاجة تاني برضه الجون. الجون بتاع سموحة، الجون بتاع سموحة هجمة متكرّرت 5 مرّات وفي السادسة جات جون مع فرق بسيط أوي يعني من ناحية يوسف بالعقل، اتكرّرت 5 مرّات بنفس الشكل بنفس الطريقة وفي السادسة جات جون. فين بقى الراجل اللي واقف برّه دوّة من ال5 مرات اللي عدّوا دول، أنت كنت فين ما خدتش بالك إزاي إن في ثغرة هنا، إن في مشكلة هنا، إن الحتّة دي بتخترق؟ الراجل طبعًا مش معانا، الراجل طبعًا ما بيبقاش موجود، رغم إن إحنا النهارده شُفناه مرّة كده في آخر المباراة يعني كان متعصّب، حسّيت إن في حاجة كهربته والّا حاجة يعني، أصل دي مش طبيعته. ولكن الحمد لله على الفوز، وشكرًا لكل الجمهور الجميل اللي كان متواجد النهارده بصراحة، جمهور يشرّف، كان داعم جدًا وكان صوته عالي جدًا، ولم يتوقّف ولا ثانية عن التشجيع، هو ده اللي إحنا عايزينه وهو ده اللي إحنا طالبينه منكم. رسالتي لجمهور الأهلي وخصوصًا جمهور المُدرّج، أنتم صوتنا في المُدرّج، أنتم اللي بتوصّلوا الرسايل بتاعتنا للعيبة وللإدارة، أنتم صوتنا، خلّيكم دايمًا صوت مُشرِّف، صوت داعم، خلّيكم دايمًا حاملين رسالة جمهور الأهلي كُلّه ال80.000.000 في المُدرّج للعيبة وللإدارة، خلّيكم دايمًا قد المسؤولية، بنتشرّف بيكم دايمًا وباتشرّف إن أنا واحدة من جمهور الأهلي العظيم، ولو إني مش باحضر المُدرّجات لكن باحس إن أنا موجودة معاكم وباحس بيكم، أنتم جمهور جميل وجمهور عظيم، باحب جدًا جمهور الأهلي لمّا يكون فاهم وواعي وحاسس بالموقف. الحمد لله النهارده على الفوز، لكن عندي برضه تساؤل غريب أوي ومواقف وطرائف وعجائب الدوري المصري. النهارده مباراة بيراميدز والمصري اللي كانت قبل مباراة الأهلي على طول، وشُفنا فيها ضربتين جزاء. ضربة جزاء للنادي المصري هي ضربة جزاء، يعني ما أقدرش أقول إن هي مش ضربة جزاء، هي ضربة جزاء، ولكن تعالَ شوف كده ضربة الجزاء بتاعة الأهلي ماتش سيراميكا، اللي الراجل قعد يراجع فيها 3 دقايق وفي الآخر ما حسبهاش، وشوف ضربة الجزاء بتاعة النهارده اللي اتراجعت أصلًا الحكم الساحة حسبها والVAR راجعها والاتنين أقروا إن هي ضربة جزاء في نُص دقيقة، في نُص دقيقة رغم إن هي فيها شَك والمفروض يبقى تعالَ من هنا وقرّب هنا لأ، في نُص دقيقة اتحسبت إن هي ضربة جزاء، وهي ضربة جزاء ما أقدرش أقول حاجة، ولكن الغريب إن هي اتحسبت بسرعة جدًا واتحسبت في النهاية، عشان بس تشوفوا الفرق الشاسع ما بين اللي بيحصل مع الأهلي واللي بيحصل مع أي فرقة تانية. تعالَ بقى شوف ضربة الجزاء بتاعة بيراميدز، أصلًا مش ضربة جزاء، أصلًا مش ضربة جزاء. يعني اللاعب المصري كان على الخط ولاعب بيراميدز كان برّه الخط والراجل لمّا وقع في منطقة الجزاء، المفروض أصلًا تتحسب فاول، فاول برّه منطقة الجزاء، لكن الراجل حسبها ضربة جزاء، ليه برضه ما تعرفش،
حاجة غريبة، يعني سبحان الله على اللي بيحصل وحاجات غريبة ومفارقات غريبة جدًا لازم تُقف عندها ولازم تتكلم عليها، لإن لمّا بتشوف الفرق ما بين التعامل هنا والتعامل هنا والحكام هنا والحكام هنا، ما تقدرش تسكت، مواقف غريبة وحاجات غريبة بتحصل. أتمنى من لاعبتنا في الفترة الجاية يكونوا قد المسؤولية، ويكونوا مركّزين أكتر في المسألة الدفاعية، بنخترق بسهولة. لعيبة سموحة النهارده كانت بتوصل لشوبير بسهولة جدًا، كانوا بيعدّوا بسرعة نقلتين 3 بالاقيهم، وحصل انفراد غريب جدًا طبعًا برضه في المباراة، وشوبير خرج يعني تقريبًا قبل نُص الملعب بحاجات بسيطة برضه ما أعرفش إيه اللي حصل ده طبعًا عشان حَس إن خلاص الراجل داخل قال لك هاتصرّف، لكن طبعًا كان تصرُّف خطأ بكل معنى الكلمة. اللعيبة كتير كانوا بدنيًا واقعين تقريبًا كلّهم، فين البدني؟ طيب إحنا عندنا دلوقتي إحنا الأسبوع اللي جاي، أتمنى إن الناس تشتغل على البدني كويس أوي، مش عايزين أي حاجة فنية، ما تعملش أي حاجة فنية يا مستر تروب ولا الناس اللي معاك، كلّهم اشتغلوا على البدني بتاع الفريق، الفريق بدنيًا ضايع، العيال مش قادرة تجري، أي نعم بيبذلوا مجهود كبير أوي في الملعب، لكن بطريقة عشوائية لإن هُم مش مركّزين عشان تعبانين، أمّا تكون أنت جسمك مش قادر فخلاص أي إشارة هتوصل من المُخ لأي عضو في جسمك هتلاقيه مش مركّز، مش بياخد القرار الصح لإن أنت تعبان. فاللعيبة ليه واقعين بدنيًا أنا ما أعرفش، يعني المسافة مش قريّبة أوي، الماتشات يعني المفروض يكون إحنا جاهزين بدنيًا، طبعًا هيبقى في راحة بعد المباراة يومين أو 3 أعتقد هيدّوهم 3 أيام أو 4 أيام، لإن في وقت، لكن البدني لازم لإن إحنا جاي لنا ماتشات قوية جدًا، جاي لنا حاجات صعبة جدًا، دلوقتي بيراميدز اتعادل مع المصري، فالموضوع يعني نقدر نقول في أمل، فخلّينا نشتغل على الأمل، مش عايزين نيأس. الجون النهارده اللي جه في الوقت الضايع حسّسنا إن الأهلي يعني بتاع زمان، ريحة كده، ريحة من ريحة الأهلي بتاع زمان. أتمنى طبعًا مستر تروب لأ مش هاقول مستر تروب، أتمنى ربنا يبعت لنا كده نجدة من عنده زي جبر الخواطر بتاع الجون طاهر النهارده، تكون برضه جبر خواطر كده من عند ربنا والناس تفوق ويشتغلوا بدنيًا على نفسهم كويس أوي. ويحاولوا اللعيبة يعني يفكّروا في مصلحتهم إن هم حتى يبقوا واقفين على رجليهم ويبقى شكلهم حلو في الملعب، شُفت الجمهور النهارده عمل معاكم ملحمة، أول ما قال العب بقى يا عم خلّي عندك دم، بصّينا لقينا الدم جري في عروقكم، ولكن إحنا ما كناش عايزين نقول الكلمة دي، كنا عايزين نكمّل في الدعم والحُب، بنحبكم وبنحب الأهلي أكتر منكم طبعًا وأكتر من أي حد موجود في النادي، فعشان كده إحنا بنبقى عندنا حماس يمكن شوية زيادة عنكم، أنتم بتقدّموا شغلكم وبس، لكن إحنا عندنا الكيان باقي وحُبّنا للكيان باقي، أتمنى الأداء يتحسّن والحمد لله على الفوز، الحمد لله على الفوز وإن شاء الله اللي جاي أحسن، وما زال الدوري في الملعب، لسه الدوري في الملعب ولسه الأمل باقي، وزاد كمان النهارده بالفوز وبتعادل بيراميدز، إن شاء الله خير وأشوفكم على خير.